أما بالنسبة يعني فيما يخص البنية التحتية التي يقوم بها يعني المغرب استعدادا لاستضافة كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم، فيعني ملعب الرباط يعني قريب من الانتهاء بالنسبة للأشغال. كذلك الأمر بالنسبة لملعب طنجة اللي كيشهد يعني مجموعة من التغييرات، واللي كيشهد يعني تقدم كبير وملموس فيما يخص يعني بناء الملعب، فيما يخص يعني التغليف ويعني وضع الهياكل الخارجيه في الملعب. يعني قريب انه يعني يتم التسليم ديالو، يعني واحد المده قصيره كتفصلنا باش يكون الافتتاح ان شاء الله ديال ملعب الرباط. كذلك بالنسبه لملعب مدينه طنجه والملاعب الاخرى اللي كيتم التشييد ديالها في مدينه الرباط ان شاء الله. غادي نخليكم يعني مع صور نشوفوا يعني فين وصلوا الاشغال بالنسبه للملاعب اللي يعني خدام فيهم المغرب، اللي كيوجدهم المغرب، اللي غادي يكونوا حاضرين ان شاء الله يعني في استضافه كاس افريقيا 2025. فغادي نشوفوا يعني لهاد الملاعب. فبالنسبه لملعب الرباط فهذه يعني بعض الصور، هذه بعض الصور يعني اللي كنشوفوها يعني كتخص ملعب مدينه الرباط، ويعني الاشغال فين وصلت. فهذه الاشغال هنا فين وصلت والتقدم الملحوظ اللي وصل له ملعب مدينه الرباط. هذه يعني صور من زوايا مختلفه بالنسبه للملعب. فيعني كنلاحظوا انه يعني كاين تقدم ملموس بالنسبه للاشغال، يعني ما بقاش يعني نسبه كبيره من الاشغال فيما يخص الملعب، فهي يعني تم الانتهاء منها. يعني سبق يعني ما يتبقى يعني نسبه قليله. ذلك الامر بالنسبه لملعب مدينه طنجه، فهو فيعني تم وضع الهيكل الخارجي للملعب فيما يخص يعني تغطيه الملعب. مازال يعني مجموعه من الرتوشات اللي يعني ما غاديش يعني تطلب يعني وقت كبير، فالملعب يعني قريب انه كذلك يكون الافتتاح ديالو. يعني في النظر الشخصي يقدر يكون واحد يعني شهرين يعني كأبعد مدى، من أجل يعني أنه الملعب يكون جاهز إن شاء الله من أجل استضافة المنافسات القارية والعالمية.